لو نفسك في فراخ كنتاكي مقرمشة من بره وطرية من جوه ومعاها رز مبهر، ريحته هتفتح نفسك على الاكل. تعالي اقولك على الطريقة بكل اسرارها. اكلة كاملة هتخليكي مش محتاجة تطلبي من بره تاني ابدا. شايفين بقى الجمال والحلاوة والطعومة؟ رز مبهر ومعاه دبابيس فراخ كنتاكي بأسهل طريقة. مش هتتخيلي سهلة ازاي. وكمان شايفين مقرمشة من بره وطرية جدا من جوه، وكمان القشرة بتاعتها متماسكة جدا ومش بتقع، وده طبعا سر النجاح. دي انا كده عندي الدبابيس بتاعتي غسلتها اول حاجة كده، بداية غسلتها كويس وشلت منها القشرة اللي هي السمينة اللي بره. انا بحبها كده علشان اما تعملي الخلطة بتاعتها تبقى ماسكة في الفراخ نفسها، مش في القشرة وتتقشر. فدي احلى حاجة. بعد ما غسلتها ونضفتها بنقعها في محلول ملح مع مية مع ليمون مع ورق لورا، بسيبها ساعة كده وبعدين بصفيها. بجيب بقى حلة كده على النار، بضيف فيها طماطمايه وبصلايه وجزرايه وملح وفلفل اسود وورق لورا وحبهان، متنسوش الحبهان، وبسيبهم يغلوا على النار. واول ما بيغلوا تكون الفراخ بتاعتي اتصفت، باخدها احطها في المية المغلية واسيبها تتسلق. الميكس ده بيخلي طعم الفراخ مسكر وطعمها حلو جدا. كده هي اتسلقت، طلعتها علشان تبقى متصفية من الشوربة. عقبال بقى ما احضر الخليط، هو عبارة عن هتجيبي بقى طبق كده عندك، هحطي فيه معلقتين دقيق، عليهم معلقة من الثوم بودرة ومعلقة من البصل بودرة وشوية ملح وشوية فلفل اسود. انا هنا بعد ما ضفت الفلفل حطيته تاني علشان غلطة تصوير في الفيديو. بس كده، دي كده كل الحاجات اللي انا حطيتها. واخر حاجة بحطهم معلقة صغيرة من البابريكا ومعلقة صغيرة من الكركم وعليهم كوباية من المية الساقعة. ببتدي اقلب بقى الميكس القمر ده. هنميكس بقى كل الحلويات دي مع بعضها، ودي بقى الخليط اللي هحط فيه الفراخ بتاعتي. كده هو جاهز. باخد بقى خلاص قلبته كويس، ولازم تقلبوه علشان الدقيق يبقى مش ميبقاش متكتل فيه. وبعد كده بنجيب بقى اي طبق، اي بول عندك بتحطي فيه الدقيق اللي انت هتستخدميه على قد كمية الدبابيس اللي هتحمريها، وبحط عليه شوية ملح ومعلقة من الكركم عشان يدي لون. وكمان بجيب بقى كيس من الفيجيتار من كنور. الكيس ده بقى هو اللي بيدي الطعم، يعني التست الاخير بيبقى تحفة بجد. فبعد كده طبعا الدبابيس اتصفت من الشوربة، وببتدي انزلها في الخليط اللي احنا عملناه. شايفين سهلة جدا، ما بتاخدش وقت خالص. وكمان على فكرة سلق الدبابيس ما بياخدش وقت خالص، يعني في خلال تقريبا ربع ساعة، من ربع ساعة لتلت ساعة بالظبط هتلاقيها اتسلقت وبقت تمام. بعدين بعد ما بنزلها بقى في الخليط باخدها على طول منها على الدقيق بالفيجيتار وفي زيت سخن وبنزلها فيه. وعلى فكرة عايزة اقول لكم المية الساقعة اللي حطيناها مع الدقيق مع البهارات، هي دي المية الساقعة اللي بتدي التست ده، بتخليه القشرة بتاعت الفراخ ما تقعش وتبقى مقرمشة زي ما انتوا شايفين كده. مقرمشة، عايزة اقول لكم مقرمشة جدا من بره ومن جوه طرية جدا وطعمها خطير. كده خلصنا الفراخ. نيجي بقى للرز بتاعنا، سهل جدا. في حلة هننزل فيها معلقة من الزبدة، عليها شوية زيت علشان فلفلة الرز. بعدين بنزل ببشر بصلايه كبيره وابتدي اقلب كده لحد ما تدبل. بعدها بنزل بالميكس القمر ده، عباره عن طماطمتين مبشورين مع فلفل مبشور بشر ناعم بالشكل ده، وبنزل بيهم على البصلايه وببتدي اقلب كده كل ده في دقيقتين 3. انا مش عايزه البصله تتحرق ولا الخليط ده يتحرق خالص. دي كمية البهارات اللي انا استخدمتها، عبارة عن ورق لورا، ملح، فلفل اسود، حبهان، الكركم علشان يديني اللون الاصفر، معلقة صغيرة من البابريكا ونص معلقة من الكاري. دي كده كل البهارات اللي انا استخدمتها. بعد كده بجيب بقى الرز بتاعي، كمية الرز اللي انتوا حابينها. طبعا هتزودوا في البصل والطماطم والفلفل على قد كمية الرز. انا هنا عاملة كوبايتين من الرز. ببتدي بعد ما غسلتهم وصفتهم كويس،
بنزل بقى بيهم على الميكس ده وببتدي اقلب. اول ما لون الرز تلاقيه اصفر كده وخد لون، يعني تقلبتين دقيقه بالظبط. بنزل بقى بالميه بتاعتي، والميه المظبوطه بتاعت الرز. حطي عقله صباعك، هتغطي اول عقله من عقله صباع عندك بقى، يعني من صباعك عقله واحده بس اللي هتلاقيها غطت الميه بتاعت الرز، وده السوا المظبوط. وبعد كده تبتدي تهدي النار خالص وتغطيه وتسيبيه يستوي براحته خالص. بعد ما الرز يستوي بتغرفيه وتحطي جنبه الدبابيس فراخ كنتاكي قمر. خطيره كمان. عايزه اقول لكم ان هي انضف، طبعا انضف بكتير من فراخ كنتاكي من بره، من اي مطعم بناكل فيه. جربوها، متاكده ان هي هتعجبكم. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس علشان لسه في وصفات جديده كتيره قوي 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 مستنياكم.